وعن عبد الله بن مسعود كما روى الطبراني في الكبير بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، يدخل المسجد أو يمر بالمسجد ثم لا يصلي فيه ركعتين. وألا يسلم الرجل يعني على الرجل إلا على المعرفة، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. يمضي الرجل في البلد الذي غالب سكانه من المسلمين، بل كل سكانه من المسلمين، فلا يلقي السلام إلا على من يعرف. هذا من علامات الساعة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، أن يتفاخر الناس بالتشييد، تشييد المساجد، أن يتباهى الناس في المساجد. يقول القوم: لقد بنينا مسجدا من صفته كذا وكذا، ومن صفته كيت وكيت، ومن حليته ذيت وذيت، إلى غير ذلك من التباهي والتفاخر بالمساجد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، والدارمي وابن خزيمة. وهذه الأشراط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يسمى بعلامات الساعة الصغرى، ومنها كثير كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم، وهذا كائن كما ترى، من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. أخرجه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده.